بيبدأ الفيلم بسمرة جافة بتتدحرج وتفضل ماشية في الغابة لحد ما تخبط في زهرة عباد الشمس اللي بيكون عليها ذرة غبار، فتطير ذرة الغبار بين الزهور لحد ما توصل للبحيرة. في الوقت ده بنشوف الفيل هورتون وهو بينط في المية بطريقة مميزة ويعوم وهو مبسوط وفرحان بالمية. في الوقت ده بيسمع هورتون صوت واطي جاي من ذرة الغبار، وبعد كده بيجي لهورتون أصدقاء الحيوانات الصغيرين فياخدهم هورتون على ظهره ويقول لهم إنه هيوريهم حشرة الأوراق اللي بتتنكر في شكل ورقة شجر. وبعد كده بتيجي حشرة الأوراق على هورتون لدرجة إن في ورقة بتدخل جوه زلومته، فيحاول هورتون هو واصدقائه انهم يطلعوا الحشره من زلومته، وفعلا بيقدروا انهم يطلعوها فتاكلها واحده من اصدقائه. في الوقت ده بتيجي كانجرو اللي بتكون فاكره نفسها ملكه الغابه وتقول لامهات الحيوانات ان هورتون مجنون وما ينفعش اولادهم يلعبوا معاه عشان بيعلمهم عادات سيئه. وفي نفس الوقت بتيجي ذره الغبار مره تانية قدام هورتون ويسمع منها صرخه كأن حد بيطلب مساعده، فيتخيل هورتون ان ممكن يكون في ناس صغيرين عايشين على الذره دي، فيسيب هورتون اصدقاء الحيوانات الصغيرين ويمشي ورا ذره الغبار، ويمشي هورتون في الميه ويشوف ذره الغبار ويمسكها بخرطومه فينفخ فيها فتطير منه مره تانية، فيمشي وراها من تاني لحد ما يوصل للمكان اللي عايش فيه القرود، فيخبط هورتون في الشجر وهو بيجري فيوقع القرود من فوق الشجر، فيبداوا يحدفوا عليه موز كتير ويجهزوا كميه كبيره من الموز ويحدفوها على هورتون، وبيجري هورتون ورا ذره الغبار لغايه لما توصل للنهر فياخد زهره برسيم ويحط عليها ذره الغبار قبل ما تقع في الميه، ويفضل هورتون يتكلم مع ذره الغبار. في الوقت ده بتيجي كانجرو فيقول لها هورتون ان ذره الغبار بيطلع منها صوت بيطلب المساعده، فتضحك عليه كانجرو وتقول له ان مفيش كائنات صغيره تقدر تعيش على ذره الغبار، فيقول لها هورتون ان ممكن يكون هم اللي حجمهم كبير وممكن كمان يبقى في كائنات اكبر منهم بكتير، فتقول له كانجرو ان اللي بيسمعوا ده تهيؤات وان مفيش حاجه على ذره الغبار، وتقول له كمان ما يقولش اي حاجه من الكذب ده لاي حد وخصوصا الاطفال، وتقول له كمان ما يسممش افكار الاطفال بالكذب ده لو عايز يفضل عايش معاهم هنا، فيقول لها هورتون ان هيسمع كلامها، ويقول هورتون لنفسه انه متاكد انه سمع صوت من الذره بس ممكن الكائنات اللي عليها ما سمعوهوش، فيكلم هورتون الذره بصوت عالي عشان يسمعوه، فتتحرك موجات الصوت لحد ما توصل لقريه صغيره اسمها هوفيل، وتمشي موجات الصوت في انبوبه لغايه لما تكسره، وبيكون سكان قريه هوفيل عايشين بسعاده وما يعرفوش ان عالمهم ده عباره عن ذره غبار على زهره برسيم، وبيكون عمده هوفيل شخص اسمه نيد وبيكون مخلص وعادل بس غريب شويتين، وبيكون العمده متجوز وعنده 96 بنت وولد واحد اسمه جوجو، وبيكون العمده بيفضي نفسه لاولاده ويحل لهم مشاكلهم على الرغم من عددهم الكبير، ويوري العمده ابن جوجو صوره اجداده ويقول له ان هيجي عليه الدور يبقى عمده زيهم، بس جوجو بيكون مش متحمس انه يبقى عمده فيسيب ابوه يمشي. في الوقت ده بيكون هورتون قاعد في الغابه مع زهره البرسيم اللي عليها ذره الغبار، وبيحكي هورتون لصاحبه الفار عن ذره الغبار والاصوات اللي سمعها منها، فيقول له الفار ما يحكيش لحد اي حاجه عشان مش هيصدقوه، وبعد كده بيجي اصحاب الحيوانات ويسالوا هورتون عن زهره البرسيم، بس هورتون بيحاول يمنع نفسه انه ما يقول لهمش حاجه بس ما بيعرفش يسكت ويقول لهم ما يحكوش لاي حد، فيبدا هورتون يحكي لهم اللي حصل من اول ما شاف الذره، وينط هورتون وهو بيحكي فتتاثر قريه هوفيل، والعمده بيفتكر ان في زلزال حصل في القريه، وبيكون في اجتماع للعمده مع المسؤولين في قريه هوفيل بخصوص حفله الذكرى المئويه للقريه، ويقول لهم العمده ان في غيوم وزلازل كتير اليومين دول فيطلب تاجيل الحفله، بس المسؤولين بيتضايقوا من الطلب ده فينزلوا عليهم قفص ازاز ويتكلم واحد من المسؤولين مع العمده ويجري وراه ويتخانق معاه، وبعد كده بيرفعوا القفص الازاز ويقول واحد من المسؤولين للناس ان الحفله المئويه هتتعمل في ميعادها ومفيش اي تغيير هيحصل، فيفرح الناس ويروح العمده لمكتبه وهو متضايق فيحدف دباسه على الحيطه بس بترجع وتخبطه في وشه، فيصرخ العمده جامد فيتنقل الصوت لخارج الذره فيسمعه هورتون، فيكلم هورتون الذره ويسمعه العمده بس بيكون الصوت غير واضح، فياخد العمده مكبر الصوت ويحطه في الانبوب اللي طالع منه الصوت فيسمع العمده صوت هورتون بوضوح، ويقول هورتون للعمده انهم عايشين على ذره غبار، وبيكون العمده مش مصدقه فيقول له هورتون ان هيثبت له كلامه، فيحط هورتون الذره في الظل فتضلم الدنيا عند العمده ويرجعها للضوء فتنور الدنيا مره تانية، فيقتنع العمده بكلام هورتون، فيروح العمده لدكتوره لورو في الجامعه ويسالها يعرفوا ازاي ان عالمهم عباره عن ذره غبار، فتقول له دكتوره لورو ان ده لو كان صحيح هيبقى فيه هزات ارضيه كتير وهيحصل تغيرات جذريه في الطقس وممكن العالم بتاعهم يتدمر، فيرجع العمده لمكتبه ويتكلم مع هورتون ويقول له انهم محتاجين مساعدته ويطلب منه انه يحط الذره في مكان امان بسرعه، ويشوف هورتون تصرفات الطيور والحيوانات في الغابه فيحس ان الغابه هتكون خطر على ذره التراب، فيفكر في مكان اكتر امان في الغابه، ويشوف هورتون جبل بعيد ويفكر انه يحط الذره في كهف صغير جوه الجبل ده عشان يكونوا في امان، فيقول هورتون للعمده انه خلاص لقى المكان المناسب، ويبدا هورتون يتحرك عشان يوصل للمكان الامان، ويمشي هورتون ويقابل الحيوانات الصغيره اللي بيكونوا متاثرين بيه وبحكاياته عن الزهره، وبيكون كل واحد منهم ماسك زهره ومتخيل ان عليها حياه، فتتضايق كانجرو وتروح لهورتون وتقول له انهم اتكلموا في الموضوع ده قبل كده وقالت له انه ما يقولش الكلام الغريب ده للاطفال، وتطلب كانجرو من هورتون زهره البرسيم بس هورتون ما بيرضاش يديها لها عشان بيكون خايف منها. في الوقت ده بتتجمع القرود وبتقول كانجرو للقرود ان هورتون خطر على الاطفال وبيقول لهم حاجات غلط، فيهرب هورتون عشان يحط الزهره على الجبل في اسرع وقت، وبيحاول هورتون
هورتن يختصر الطريق وبيكون لازم يعدي من فوق جسر خشب ضعيف وقديم، بس هورتن الشجاع بيعدي عشان يلحق ينقذ الذره، بس وهو بيعدي بتتكسر الواح الخشب اللي تحت رجله وبيشوف ان كل الواح الخشب اللي مشي عليها اتكسرت، ويفكر هورتن في طريقه يخفف بيها وزنه فيملى زلومته بالهواء عشان يبقى اخف ويمشي على الجسر اللي بتقع اخشاب ورا هورتن. في الوقت ده بيكون العمده عند دكتور الاسنان وبياخد حقنه بنج، بس بسبب حركه الفيل الذره بتتحرك فتيجي حقنه البنج في دراع العمده وبيكون العمده مش قادر يحرك ايده، واخيرا بيقدر هورتن ان يعدي الجسر ويوصل للناحيه الثانيه ويرجع العمده بيته ويبقى متضايق من ايده اللي اتخدرت ومش عارف يحركها، فيخبط العمده ايده في الحيطه فترجع زي الاول، ويشوف العمده نجفه فوق السرير فيخاف لحسن تقع على السرير بسبب الهزات الارضيه، فيحاول العمده انه يفك النجفه وتدخل مراته ويحكي لها اللي الفيل قال له عليه وانهم عايشين على ذره غبار، فتقول له مراته انه مضغوط وحاسس بالمسؤوليه والمفروض يريح نفسه شويه. في الوقت ده بيخرج جوجو من اوضته ويروح يقعد لوحده في برج دراسه النجوم اللي بيكون فوق جبل عالي، وفي نفس الوقت بتروح كانجرو للنسر الشرير عشان يساعدها انه ياخد الزهره من هورتن ويدمرها، ويوافق النسر انه يساعدها. في الوقت ده بينام هورتن من التعب وبتكون جنبه الزهره، وتاني يوم الصبح بتيجي دكتوره لورو للعمده وتقول له ان التلج مغطي القريه كلها على الرغم انهم في فصل الصيف، وتقول له ان دي التغيرات الجذريه للطقس اللي قالت له عليها، وان معنى كده انهم على ذره غبار فعلا زي ما هو قال وممكن يتدمروا في اي وقت. ويروح العمده ويتكلم مع هورتن ويقول له ان الدنيا بتمطر تلج عندهم، فينفخ هورتن في الزهره ويسيح التلج كله ويبقى ميه. في الوقت ده بيجي الفار عشان يحذر هورتن ويقول له ان كانجرو راحت للناس وعايزين يطردوه من الغابه، ويقول له الفار انه لازم يتخلص من زهره البرسيم، بس هورتن بيقول له ما ينفعش عشان وعد العمده انه هيخليهم في امان، ويقول له الفار يخلي باله من نفسه ويبقى باصص دايما للسما، ويكلم هورتن العمده ويقول له يحذر الناس ويستخبوا في المخابئ تحت الارض لان في طائر عملاق ممكن يهاجمهم. في الوقت ده بيجي الناس ويهاجم هورتن عشان ياخد الزهره، فتتاثر قريه هوفل ويجري هورتن ويدخل بين القصب ويطير النسر وراه، ولما بيخرج هورتن من وسط القصب مش بيشوف النسر فيفتكر انه هرب منه، بس فجاه بيلاقيه قدامه ويرجع هورتن بظهره لورا لحد حافه هضبه ويكون هيقع فيمسك في شجره ويميل كل الناس اللي في قريه هوفل، ويجي النسر عشان ياخد الزهره بس بيكون الارض قريبه من هورتن فيسيب الشجره فتخبط في وش النسر فتطيره لبعيد، ويطمن هورتن على العمده واهل قريه هوفل ويقول له هورتن ان النسر هاجموا وانهم في خطر، ويروح العمده ويبلغ الناس باللي حصل ويقول لهم ان علامهم عباره عن ذره تراب على زهره برسيم، ويقول لهم ينزلوا للمخابئ تحت الارض، بس المسؤولين بيقولوا للناس مفيش داعي للقلق وان العمده بيخرف، وبيكون مفيش حد مصدق العمده وبيضحك المسؤولين والناس عليه، فيقول لهم العمده انه يقدر يثبت كلامه، فينادي العمده على هورتن ويقول له يكلم الناس عشان يثبت لهم انه موجود، وبيكون هورتن لسه هيتكلم مع الناس بس بيجي النسر الشرير ويخطف زهره البرسيم، وبيكون كل الناس مستنيه تسمع صوت هورتن بس ما بيسمعوش اي حاجه، فيضحك الناس والمسؤولين على العمده ويتاكدوا انه اتجنن رسمي. في الوقت ده بيحاول هورتن يجري ورا النسر عشان يلحق الزهره بس بيتخبط في جبل قدامه، ويحاول هورتن يتسلق الجبل وينجح هورتن انه يطلع الجبل ويمشي ورا ريش النسر اللي بيقع منه، وبيقدر هورتن انه يوصل للنسر بس بيقع من فوق الجبل على التلج، ويقوم هورتن ويوصل تاني للنسر بس النسر بيرمي زهره البرسيم في مكان كبير مليان زهور برسيم، ويروح هورتن للمكان اللي فيه زهور البرسيم ويفضل يدور كتير على الزهره اللي عليها ذره الغبار ويفصل الزهور اللي دور فيها عن باقي الزهور، وفجاه بتيجي رياح وتطير زهور البرسيم، بس لحسن الحظ بيشوف هورتن زهره البرسيم اللي عليها الذره ويقدر انه يوصل لها، وبيتكلم هورتن مع العمده بس ما حدش بيرد، وبعد شويه بيتكلم العمده مع هورتن فيفرح هورتن، وبيسمع سكان القريه صوت هورتن فيصدقوا العمده، ويعرف العمده هورتن على اهل القريه وعلى مراته سالي وبناته، ويوعدهم هورتن انه هيوديهم لمكان امان فوق الجبل. في الوقت ده بيشوف طائر هورتن وهو بيتكلم مع الزهره فيروح عشان يبلغ كانجرو، وبيكون النسر عند كانجرو ويقول لها انه قضى على زهره البرسيم وهورتن مش هيقدر يوصل لها تاني، وفي نفس الوقت بيوصل الطائر لكانجرو ويقول لها ان شاف هورتن وهو بيكلم زهره البرسيم، فتروح كانجرو وتجمع باقي حيوانات الغابه وتتكلم معاهم وتقول لهم ان هورتن هيدمر الغابه وهيأثر على اطفالهم، فيقول لهم الفار صاحب هورتن ان هورتن غلبان وما يقدرش يأذي دبانه حتى، وتقول لهم كانجرو ان هورتن بيسمم افكار اطفالهم وان اولادهم مش هيسمعوا كلامهم بعد كده، فتتقلب كل الحيوانات على هورتن ويقرروا انهم يروحوا له ويعاقبوه. في الوقت ده بيكون هورتن ماشي ومع زهره البرسيم فيسمع هورتن صوت جامد من الارض وبيشوف هورتن صاحبه الفار جاي يحذره، وبتكون باقي الحيوانات جايه وراه فيجري هورتن منهم بس بيلحقوه، وبتتجمع الحيوانات حوالين هورتن وتقول له كانجرو انه ممكن يخلص من كل المشاكل دي لما يعترف ان مفيش حد عايش على الذره دي وان كلامه غلط، ولو ما اعترفش بده قدام باقي الحيوانات هيتعاقب. في الوقت ده بتجيب القرود قفص خشب كبير لهورتن ويقول لهم هورتن ان الذره دي فعلا عايش عليها قريه بحالها بس صوت الناس مش واصل لهم، فيقول العمده لسكان قريته انهم مش مصدقين هورتن انهم موجودين، ويطلب العمده من اهل قريته يعملوا صوت عالي عشان كانجرو والحيوانات يسمعوا صوتهم ويصدقوا هورتن، ويطلب هورتن من العمده انهم يعلوا صوتهم شويه عشان الحيوانات تسمعهم. في الوقت ده بيسيب جوجو باقي الناس ويتحرك لبعيد، وتبدا القرود تكتف هورتن واهل قريه هوفل
بيعملوا دوشه كبيره ويطبلوا وبيستخدموا ادوات موسيقيه كتير، وبقى يعملوا اصوات باي حاجه قدامهم. وبيروح العمده لابن جوجو في برج دراسه النجوم، وبيكون جوجو صنع ادوات موسيقيه عملاقه فيشغلها كلها وتعمل صوت عالي، وبتتكون موجه صوت عاليه بس للاسف مش بتعدي السحب اللي فوق القريه. في الوقت ده بتيجي كانجرو وتاخد الزهره من هورتن، وفي نفس الوقت بياخد جوجو مكبر صوت ويروح على اعلى مكان في القريه، وبتكون كانجرو واخده الزهره وهترميها في الزيت المغلي. فينادي جوجو في مكبر الصوت باعلى صوت، فتخترق موجات الصوت السحب، فيسمعوا رودي ابن كانجرو اللي في جراب كانجرو وياخد الزهره قبل ما تقع في الزيت. وينزل رودي من جراب كانجرو ويروح لهورتن ويديله الزهره، ويقول هورتن للعمده ان صوتهم وصل خلاص. فيفرح العمده بابن جوجو ويحتفل اهل هوفل، وتحتفل الحيوانات مع هورتن ويشكر هورتن كل الحيوانات. ويروح هورتن وكانجرو وباقي الحيوانات عشان يحطوا زهره البرسيم على الجبل البعيد، ويعيش الكل في سعاده ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.